تخيل كده إن حياتك كلها شكلها الحالي مش صدفة ولا حظ ولا ظروف ولا ناس ظلمتك ولا دنيا قاسية عليك. تخيل إن كل حاجة في حياتك هي نتيجة حاجة واحدة بس: تفكيرك. الكتاب ده مش كتاب تنمية بشرية عادي، مش تحفيز فاضي، مش شعارات ولا كلام مكرر. الكلام ده رسالة هادية بس تقيلة، رسالة بتقولك بهدوء انت مش ضحية حياتك، انت اللي بتصنعها. الكتاب بيقول الإنسان كما يفكر في قلبه يكون، مش في كلامه، مش في شكله، مش في اللي الناس بتقوله، لكن في اللي بيدور جواه، في صوته الداخلي، في أفكاره اللي محدش سمعها ولا شايفها. هناك بيتصنع مصيرك. الفكرة المحورية، جيمس ألين بيقول حاجة بسيطة جدا: الإنسان هو مجموع أفكاره. زي ما الزرع بيطلع من البذرة، الأفعال بتطلع من الفكرة، والواقع بيطلع من الأفعال، والحياة بتطلع من الواقع. يعني فكرة، سلوك، عادة، شخصية هتساوي مصير، مش العكس. مش الظروف اللي بتعملك، انت اللي بتعمل الظروف من غير ما تحس ومن غير ما تقصد ومن غير ما تاخد بالك. عقل الإنسان زي الأرض الزراعية. الكتاب بيشبه عقل الإنسان بأرض زراعية. الأرض دي لو زرعت فيها خير هيطلع خير، ولو سبتها من غير زرع هتطلع أعشاب ضارة، ولو زرعت فيها شوك هتجرحك. العقل كده بالظبط: أفكار نظيفة حياة نظيفة، أفكار مريضة حياة متعبة، أفكار سوداء واقع أسود، أفكار قوية مصير قوي. مش مهم نيتك، مش مهم قصدك، المهم نوع الفكرة. الإنسان سيد نفسه. الكتاب بيقول الإنسان هو سيد أفكاره، باني شخصيته، صانع ظروفه، مهندس حياته، مخرج واقعه. بس المشكلة إن أغلب الناس مش واعية بده، عايشين على وضع رد فعل: غضب، اندفاع، شكوى ولوم، تبرير، اتهام. فاكرين إن الدنيا ضدهم، الناس وحشة، الفرص قليلة، الحياة ظالمة، الظروف أقوى منهم. لكن الحقيقة هم اللي بيغذوا ده بأفكارهم. قانون السبب والنتيجة. الكتاب قائم على قانون واحد: قانون السبب والنتيجة. مفيش حاجة بتحصل صدفة، ولا حاجة بتيجي فجأة، ولا حاجة بلا سبب. كل حاجة ليها جذور، والجذور دي اسمها أفكار. فقر من أفكار فقر، خوف أفكار خوف، ضعف أفكار ضعف، فشل أفكار فشل، نجاح أفكار نجاح، قوة أفكار قوة. ليه الناس بتقع؟ مش بسبب الظروف ولا بسبب المجتمع ولا بسبب البيئة، لكن بسبب أفكار سلبية متكررة، قناعات داخلية مريضة، صورة ذاتية ضعيفة، حوار داخلي مدمر، مشاعر غير معالجة، خوف مزمن وشك دائم وتردد مستمر. الكتاب بيقول الجريمة لا تبدأ بالفعل، تبدأ بالفكرة. المرض لا يبدأ بالجسم، يبدأ بالفكرة. الفشل لا يبدأ في الواقع، يبدأ في العقل. الإنسان يجذب ما يشبهه. الكتاب بيأكد فكرة خطيرة جدا: أنت تجذب ما بداخلك، مش اللي بتتمناه لكن اللي شايفه جواك، مش اللي بتقوله لكن اللي مصدقه، مش اللي بتظهره لكن اللي حاسس بيه. لو جواك خوف هتجذب مواقف تخوفك، لو جواك غضب هتجذب صراعات، لو جواك قوة هتجذب فرص. المعاناة مش ظلم. الكتاب بيكسر فكرة الضحية، بيقولك المعاناة مش ظلم، المعاناة نتيجة، رسالة، تنبيه، تصحيح مسار. المعاناة بتقولك في فكرة غلط، في سلوك غلط، في اتجاه غلط، في اختيار غلط. مش عقاب، مش انتقام، لكن قانون. زي النار بتحرق. الصحة والفكر. الكتاب بيربط بين الفكر والصحة. الخوف بيضعف الجسم، الحقد بيسمم القلب، الحسد بيمرض الروح، الكراهية بتستهلك طاقتك، الغضب بيدمر التوازن. وفي المقابل السلام بيحقق الشفاء، والرضا بيحقق الطمأنينة والهدف. الكتاب بيقول الإنسان اللي ملوش هدف تايه، سهل الانكسار، سهل التأثر، سهل السيطرة، سهل التدمير. لكن الإنسان اللي عنده هدف مركز، واعي، قوي، متماسك، ثابت، مش بيتسحب بسهولة. الهدف بيعمل نظام داخلي، ترتيب واتزان ووضوح واتجاه. التحكم في الفكر. الكتاب مش بيقول غير الدنيا، غير الناس، غير الظروف، لكن بيقول غير فكرك. لأن تغيير الفكر بيغير السلوك، وتغيير السلوك بيغير العادات، وتغيير العادات بيغير الشخصية، تغيير الشخصية بيغير المصير. الكتاب في الآخر بيقول إنك مش ضحية، مش ضعيف، مش عاجز، مش مسلوب الإرادة، مش محكوم عليك. انت قادر وواعي وحر ومسؤول، بس بشرط انك تبدأ من الداخل. لو فهمت فكرة واحدة بس من الكتاب ده: ان حياتك هي مرآة افكارك، مش الظروف، مش الناس، مش الحظ، مش الماضي، مش الطفولة، مش المجتمع، لكن تفكيرك.
ابدأ من هنا، راقب أفكارك، نظف عقلك، اختار اللي يدخل دماغك، اختار اللي تسمعه، اختار اللي تصدقه، اختار اللي تكرره، اختار اللي تركز عليه، لأن في الآخر كما يفكر الإنسان يكون. في النهاية لو عجبك الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا إننا نكمل.